الممثلة نجاة الوافي قالت في صحيفة لاله فاطمة بأنها تحت لها فرصة من بعد مدة طويلة ديال الانقطاع في الدور ديال فطومة من مسلسل جوديا. وبقاو معنا حتى الأخير باش نعرفوا علاش نجاة الوافي غبرات علينا هاد المدة. نجاة الوافي فنانة جميلة، ممثلة ومذيعة. تزادت 10 مارس 1975 في مدينة المحمدية، والديها من أصول شمال المغرب وبالضبط مدينة تاونات. بحكم أنها هي الصغيرة في خوتها، وفاة والديها خلى أثر كبير في حياتها. كملت قريتها في المدرسة الوطنية للدراما، وخدت دبلوم عالي في إدارة والتسيير. شاركات بزاف د الأعمال السينمائية وقدمت حتى البرامج التلفزيونية. متزوجة وعندها بنتها وحيدة سميتها رانيا من زوجها الأول. وكيف ما قالت في واحد اللقاء صحفي أنها محبة العمل ديالها، وبصح هادشي كنشوفو في الأدوار ديالها اللي لعبات، ولعبت حتى الأدوار الأجنبية باش تطور من المؤهلات ديالها. الفنانة المغربية نجاة الوافي دازت بزاف ديال الظروف القاسية، منها وفاة الأم ديالها اللي توفات مؤخرا. نجاة شخصية فريدة من نوعها، حيت هي كتحاول تبعد من الأضواء الشهرة وتكون حاضرة غير في الأدوار ديالها، وتبعد حتى حياتها الشخصية، وكتقول أن حياتها الشخصية ملك ليها فقط. دارت بزاف د الأعمال في المغرب، منها الباندية في 2003، مسحوق الشيطان في 2009، بوشعيب بوسعود في 2008، الانفصام في 2010، بيت من زجاج في 2011 وزيد وزيد. ومن بعد مشات لفرنسا تكمل قرايتها في ليكول ناسيونال دو كوميدي. ونرجعوا تاني للصحافة المغربية واتهموها أنها كيعيطوا لها غير الأدوار الجريئة وأدوار البطولة حيت هي امرأة جميلة. وجاوبته أنها دخلت الميدان بالمؤهلات ديالها بحكم أنها بنت المسرح وحاصلة على بزاف ديال الدبلومات الفنية والترفيهية في المغرب وخارج المغرب، ودرسات حتى الإخراج. الفنانة ديالنا قالت واخا كيعيطوا لي الادوار المهمه والبطوليه المثيره، انا مازال ما تحت لي الفرصه نلعب الادوار بحال الدور ديال الامراه المغربيه وبزاف د الادوار المهمه. الفنانه جميله نجاة الوافي قدر الله وتصابت بالسرطان ومشات تعيش في كندا، واضطرت تبعد من الاضواء الشهره وتمشي لكندا تقرا الاخراج والتعالج، وبالفعل كانت قويه ودازت من المحنه ديالها بسلام، ورجعت بالادوار الزوينه بحال فطومه في مسلسل جوديا، وكتوجد حتى الجديد في رمضان.